وحشني جت الدنيا دي كلها. بصوا بقى يا ولاد، تعالوا كده ايه، صحيت الصبح يعني زي الساعة 10 الصبح 9 كده، يعني في الرينج ده. بصوا قلت نفطر. فطرنا احنا كمصريين. بصوا يا ولاد، بصوا شايفين احلى فطار، فسيخ. هو ده الفطار اللي مفيش اتنين كده يختلفوا عليه. بص يا لهوي، عسل وعيش محروق. ده بقى ايه، شطه وعجزته. ده بقى فسيخ من انتاج ام ملك، بنعمله في قلب البيت. بصوا يا ولاد العسل، اما الفسيخ في البيت وبنخليه ونحطه في العلبه دي كده يا ولاد، ومنين ما نحس ان روحي راحت له كده ونفسي راح له عايزه ناكل منه نقومها. ما بنستناه. بصوا مفيش اتنين يختلفوا عن الحلاوه دي. عسل. احلى فسيخ من انتاج قريتكم مملة. اعملي حاجتك في البيت تبقى مضمونة وحلوة، واسمها حاجتك اللي انت عاملاها بايديكي. بصوا قبل قشطة. في ناس على فكرة بتطلب مني وبنعمل لها او نعم. لهوي يا بنتي يا ام ملك. جامد. اخر حاجة، محدش بقى يرد يقول لك ايه تاكل زي الجاموسة. بناكل زي الجاموسة، كوباية شاي زي البقرة. اه والله زي الجاموسة في رقتها. بصوا يا عسليات، عسل انتاج ايديا وحياة عينيا. قشطة يا ولاد. ايه ده، شطة نار شطة. شبع. سفية. الحمد لله. طبعا معاكم شوية الشاي دول نهاركم ابيض. عارفة ما غسلتش ايديها بعد ما كانت فسيخ، ما حدش لي فيه يعني كده. تغسل ايدك من نعمة يا كافئ، طالعين رحلة متخلف. يلا بقى يا ولاد عشان نقوم بقى ايه نغسلوا ايدينا. باي باي. متنسوش تكتبوا لي صباح الخير.